لو ما شفتش الاجزاء اللي فاتت من حكايه وانج فروح شوفها الاول، لاننا عرفنا في الجزء اللي فات من حكايه وانج العقل المدبر لحادثه اختطاف شين، وكمان سعقنا جميعا بمعرفه قوه شي يوجن. وكمان ما تنساش المعركه اللي دارت بينه وبين يالو في الماضي واللي راح ضحيتها ذراع يالو. واخيرا قرر وانج الذهاب من اجل محاوله انقاذ شين ومحاوله سون يون لايقافه التي باءت بالفشل، وده لانه كان شايف من منظوره ان ذهابه مجرد انتحار. فعلى ما تنوي ان تفعل يا وانج؟ تعالوا بينا نكمل باقي الحكايه، دي شكلها تبقى مجزره. في الوقت الحالي بيكون وانج في طريقه لإنقاذ شين، وكل ده بفضل الحجر الكريم اللي كان عطاه لها، لأنه بفضله ديريك قدر يتتبع مصدر القوة المنبعثة منه. وبيكون في الجانب الآخر الشخص ده قلقان من عدم قدرتهم على إسقاط جوكن، وبيقول لليان لو إنه حتى بدعم من المعلم الكبير تشيومو شانج وتحالف باي يان للفنون القتالية أشك في قدرتنا على هزيمته بسهولة. وده بقى يا معلم بيكون عمي يان لو، فبيقول له إيه يا حاج، أنت كبرت وهيست ولا إيه؟ ده ابن أخوك حتى اللي مخطط لكل ده. وبتكون خطتهم كالتالي: في البداية قتل مدربون بشكل خاص، ولو صادف وتجاوزهم هيكون في انتظاره تحالف باي يان للفنون القتالية، ولو الحظ لعب معاه وقدر يتخطاهم بطريقة ما هيكون في انتظاره أخيرا يان لو والعم يي بصحبة المعلم الكبير تشيومو شانج. وفي تلك الأثناء بيوصل وانج أخيرا وبيقول له دريك إنه اكتشف وجود 7 أشخاص بمستويات طاقة غير طبيعية، فبيسأله عن موعد انتهاء دمج الأحجار، فبيقول له إن في غضون بضع ساعات هيكتمل الاندماج. الوضع بيزداد صعوبة، وأزيدك من الشعر بيت بيكتشفوا وجود وانج وتم إصدار الأمر بقتله. وما في الثواني ونلاقي دريك بيحذر وانج من اقتراب شخص خطير، وفي تمام اللحظة بيلاقي الشخص ده واقف قدامه وبيقول له على فين يا جميل. واللي ما يعرفش الشخص ده فده بيلقب بملك الملاكمين في الحلبات السفلية، فنان الدفاع عن النفس صاحب الرتبة سي القبضة المدفعية بابلو. ايه يا اخي كل ده اسم؟ ووقتها بيكون بابلو بيكلم يالو وبيطمنه ان الوضع تحت السيطرة، ده شكله واثق قوي. وبيستنتج وانج من تصرفاته انه شخص بيحب التقليل من خصومه، فبيحاول يفاجئه بهجوم مفاجئ، ولكن في لمح البصر بيتراجع وبيتفادى ضربته. ده شكله طول اسمه ده ما كانش على الفاضي. وبيقول لوانج انا اقدر اقول عنك انك قوي، بل انك قوي جدا، ولكن شخص زيك هيموت بسهولة اول ما تطأ قدماه حلبات المصارعة السفلية، وده لان هجمات التسلل شائعة هناك، ده غير بقى التقنيات الوحشية المستخدمة بأبشع الطرق. والطريقة الوحيدة للبقاء هناك على قيد الحياة هي بترك مسافة مناسبة بينك وبين خصومك، وأضف على ذلك الوعي الجيد بمحيطك بغض النظر عن قوة خصومك. يا نهار أبيض يا جدعان، ده مش تفادى الهجوم وبس، ده كمان بيدرس له ازاي يقاتل وفين وهم في منتصف القتال. يا حلاوة. بقول لك يا وانج اخويا اهرب احسن لك. وهنا الواد بيختفي من امام انظاره وبيوجه له ضربه على يمينه، ولكن من العدم بتتحول على يساره. وانج بيتحرك هو كمان وبيوجه له ضربه في الاتجاه المعاكس. بابلو للحظات بيتفاجأ ولكنه بيقدر يتفادى برد فعل جهنمي. يا نهار ابيض يا جدعان، الحماس وصل ليفل الوحش، لا احد منهم يتراجع قيد انمله. بيقول له بابلو عرفت بقى ولا بعد 100 سنه هتقدر تهزمني؟ ولكن وانج في مشهد غريب بيضحك، الواد اتهبل ولا ايه؟ بيقول له بابلو ما تحاولش، انا عرفت طريق قتالك خلاص. لكن وانج بدأ الهجوم وبيوجه له ضربه، ولكن التاني بيتفاداها بكل سهوله، بل انه بيرد الهجوم. واذ فجأة بابلو ينزف دما. ازاي يا جدعان؟ بابلو واقف مصدوم وبيقول انا متأكد اني اتفاديت ضربته، ازاي بقى انا مصاب كده؟ ولكن ابن العبيطه بيكون طلع مرزبه ورزعوا بيها نيمته الطبيب ساكت على الارض. ولا تقول لي مصارعه ولا حركات، هي المرزبه اللي تخلص الحوار، معركه من نوع اخر تماما. بنيجي بقى لليان لو واللي وصلوا خبر هزيمه بابلو. مش المفروض بقى انهم يخافوا ويحترموا نفسهم؟ ده قال لك لا، انا مش هعمل كده، انا هقلبها لعبه يابا، والجدع فيكم اللي يهزمه. وعشان الموضوع يحلو ويبقى ممتع اكتر انا هشبرق عليكم، واللي هيقدر يهزمه فيكم هياخد اجر الاعضاء المهزومين. صدقت فعلا يا سون، انه عالم مجنون بكل ما تحمله الكلمه. ده كمان بيروح ياخد شين عشان تتفرج على المهزله اللي عاوز يعملها في وانج. وفي تمام اللحظه بيجي هجوم قاتل على وانج، بيتفادى الاول بتحذير ديريك وهوب التاني بيلبس في وشه على طول. الواد على وشك السقوط من اعلى الدور ال20، وكل ده امام انظار شين. يان بيقول ما كنتش متخيل انه بالضعف ده،
فعلا هو ده الشخص اللي هزم بابلو؟ يلا سلام. سلام ايه ده، انا مستعد ارجع من الجحيم في سبيل انقاذها. الاحداث تشتعل اثاره. والتاني بيقول له بكل سخريه تعالى ورايا، وبيحذره دريكو وبيقول له ان قوته اكبر من بابلو بالضعف. انتوا متخيلين بابلو اللي عانى وانج معاه عمال ما هزمه ده اقوى بالضعف. الموضوع متأزم لاقصى درجه. والان وانج امام الملقب بقاتل الورقه الرابحه، فنان الدفاع عن النفس صاحب الرتبه سي الملقب بالنصل القاطع اللي تشادي. يلعن ابو دي اسماء. ايه يا عم الكاتب اللي بال امه طويل ده؟ المهم، وبيقول له وانج قتل شخص مثلك ما هو الا تلويث نصلي لا غير، استهزاء ما بعد استهزاء. والتاني بيقول في باله انت عبيط يلا، انت تفكر انك هتقدر تقتلني وانا معايا مخزون اسلحه خفيه؟ وقال يعني شويه مجاريف وشواكيش اللي هتنقذك. وساعتها بيكلم يالو لتشادي وبيقول له اخلص، بطلتنا لا تستطيع الانتظار. وده قال من هنا وصاحبنا اختفى من هنا، وبيظهر من جديد بعد ما قطع سلاح وانج نصين وكمان اصابه. لكن المثير للدهشه انه بيتفاجأ من قدره وانج على تفادي هجومه اصلا. يا ابن المجنونه. واخيرا بدا وانج في التحرك وبوم طخ بيهجم عليه، ولكن التاني بيكون توقع حركته. ولكن المفاجاه انه بيعمل نفس الحركه وبيطلع يا نهار اسود مستقبله ضاع يا ابن الموكوسه. يا مجرم، ده بمنظره ده يصعب على الكافر. وقال بيقول لك التقنية السرية إخراج مطرقة من العدم. أنا والله ما عارف أندهش ولا أتفاجأ على اللي ضاع مستقبله ورا ده. المهم يالو مش مصدق اللي بيحصل، وبيقول إزاي فنان دفاع من الرتبة سي يقع على الأرض بالمنظر ده. الواد بيحاول يقوم وبيقول لوانج هتدفع تمن عواقب أفعالك، بلا عواقب بلا كنافة، نام تاني يلا. والله تصدق طلعت الجواريف بتنفع. أو بمناسبة الكنافة بقى ورمضان، كل سنة وانتم طيبين، وكل واحد يقول لي أكلته المفضلة في التعليقات. المهم الواد بعد ما أكل الضربة كان لسه بيتحرك. يا نهار أبيض يا جدعان، ووانج لسه جاي يكمل عليه، ولولا تحذير دريك لا كان في عداد الموتى. بس يقف على كده؟ لا والله، بيرميه بسكينة من نقطة عمياء كانت هتقور بطنه. ده فعلا في مستوى مختلف تماما. بينهض من على الأرض ولا أكن حاجة حصلت، وبيقول له تعالى ورايا، الغرفة دي أنا جهزتها مخصوص من أجل جوكن، وهسيبك تاخد شرف تجربتها الأول. غرفة مصمتة تماما لا يدخلها أي ذرة ضوء، وبفضل التدريبات المميتة اللي تعرض لها لي تشادي أتقن تقنية سرية من أخطر التقنيات. وبالفعل بيتبعوا وانج، ولكن اللي ما كانش في الحسبان إن وانج بيقدر يشوف في الضلمة بفضل قدرة الإشعاع. إنها معركة مع الشخص الخطأ لا أكثر. الواد مش يسكت بقى، لا ده بيجرب من جديد. لا بقى تعال أقولك. وهوب الواد مش ضيع مستقبله، ده ضيعه شخصيا. ولكن المثير للرعب والدهشة في ذات الوقت إنه لسه قادر على الهجوم بهجمات قاتلة، ولولا تفاديها لوانج بشق الأنفس لكان في عداد الموتى. إيه يا جدعان، لا ضربات ولا هجمات قدرت تسقطه، فأين يكمن الحل يا ترى؟ وساعتها العم يي بيقول لليان لو إن القاتل اللي تشادي على الرغم من إنه في 20 من عمره، لكنه حصل على مرتبة فنان عسكري من الدرجة الأولى، وأيضا فنان عسكري بنجمة واحدة، وده دليل على إنه بيملك قوة خاصة. وفي تلك الأثناء بتكون المعركة على مشارفها، وبيهجم ليه تشادي بهجوم سريع. بيحاول وانج تصدي ليه، ولكن من قوته دمرت المطرقة تماما. وفي لحظتها وانج بيروح وبيمسك سلاحه، ولكن الغبي ما كانش عارف إن كل ده تخطيط منه من أجل اللحظة دي. ليه تشادي على وشك تنفيذ هجومه الخاص، ولكن في نفس ذات اللحظة فاضت الدماء من كل جسده. بيقول له وانج انت هتهزر، هو ده هجومك الخاص؟ تقيؤ الدماء؟ طب سلام عليكم. أنا بقى معركة أشد حماسة وأكثر جنونا من سابقتها. القتلة المدربون تم التأكيد بالقتل. في الوقت ده بقى بيكون ليالو مش مصدق إن مجرد طالب ثانوي يعمل كل ده. وهنا بقى بيظهر أخيرا أحد أعضاء تحالف باين للفنون القتالية، مليون أستون، وبيقول له ما فيش طالب ثانوي عادي هيقدر يهزم فنان عسكري من الرتبة سي، وفوق كل ده انت جمعتنا من أجل القضاء على جوكن، وهذا الدخيل ليس جزءا من الصفقة. ولكن على العموم ما تقلقش، فالمقاتل القادم ليس بشخص تستطيع التغلب عليه ببعض التقنيات الخفية. بص بقى يا معلم، كل الوقت ده وكل التحضيرات دي من أجل جوكن وليس من أجل وانج. أيوه زي ما بقول لك كده، وده لأن في الأصل كانت خطة هيوهان إغراء يان لو لاختطاف شين من أجل إجعال جوكن يأتي لإنقاذها، ومن ثم ظفر يان لو بانتقامه. ولكن في الحقيقة كان مراد هيوهان هو قتل وانج ليس إلا، وده يفسر سبب الحوار اللي دار بينه وأستون.
وفي تلك الأثناء أستون بياخد الفتاة اللي معاه واللي بالمناسبة تدعى كوي من أجل البحث في أمر وانج، وساعتها بتقول له هو مش بيولف كافي لهزيمته؟ بيقول لها بحسب تقييمي للقتال السابق 10 ثواني هي المدة اللي هيحتاجها لإنهاء القتال. يا نهار أبيض يا جدعان، معركة مجنونة من نوع آخر على وشك الحدوث، فماذا سيحدث يا ترى؟ وهل فعلا وانج قادر على النجاة من أولئك القتلة؟ وما هو المصير البائس الذي ينتظرنا؟ كل ده وأكتر في الجزء القادم بمشيئة الله. وفي الأخير صلى على الحبيب قلبك يطيب، ودمتم في رعاية الله.